السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية، ومرحبا بكم على قناة وصفات عمر. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير غريبة ديال العقدة ديال اللوز. غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو كيفاش نحصلوا على عقدة معلكة ولذيذة، وكيفاش حتى تيبقى لنا هاد السكر هكذا ما كيتحرقش. تبعوا معايا طريقة التحضير، فرجة ممتعة. إذا نبداو على بركة الله في تحضير العقدة. هنا عندي 700 غرام ديال اللوز، غسلته ورطبته بالماء سخون، خليته شويه كيحتفظ مزيان وفسخته وبيتو ليله كامله على منديل هكذايا حتى كيصبح ناشف مزيان وطحنته. فجيت نطحنو درت معاه 250 غرام ديال السكر سنيده وجوج معالق كبار ديال الماء زهر. صافي كنحصلوا على عقده هكذا. اللي طحنوا في الدار كيطحنوا النوبه الاولى وعاد تعاودوا الطحنه الثانيه عاوتاني بالسكر، وفاش كتجي هكذايا تخلط معاه القوام عاد كتضيف له ديك الساعه شويه ديال الماء زهر. انا حيت خرجته طحنته على برا، في مره درت له الماء زهر. غادي نحتاج له خماره ديال الحلويات من فئه 8 غرام، والبيض غادي نحتاج من بين 2 حتى 3 حتى نكون غادي نخلط. غادي نشوف شحال غادي يدخل ليا ديال البيض، حيت على حسب النوعيه ديال اللوز. كاين اللي تيكون ميدم ما تنحتاجولوش بزاف، ولا كان ناشف عاد ديك الساعات غادي نزيد. غادي نضيف له شويه ديال المسكه الحره مطحونه، 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض الفورس، وغادي نكوه هكذا بالنكهه ديال الحامض غير شويه، غير راس المعلقه. اللي ما عندوش يدير القشره ديال الحامض يحكها. انا غندير شويه ديال المسكه الحره، جوج معالق ديال الدقيق، غنضيف هاد الخماره وشويه ديال النكهه الحامض. بسم الله. غنخلط هاد الدقيق والمسكه الحره، عاد غنضيف البيض. دابا غادي ندير بيضه ونخلط ونشوف واش غادي نزيد البيض او لا، حيت كما قلت لكم على حسب النوعيه ديال اللوز. حيت ما خصناش نجريوها بزاف عاود. صافي انا ملي خلطت هكذايا بان ليا خصني نزيد. دابا غادي نزيد البيضه الثانيه. اللهم هكا نخلطوا ونشوفوا القياس وعاد نضيفوا، حسن ما نديروا البيض كامل في الاول كتجرى لنا العقده بزاف. صافي انا ملي خلطت بانت ليا مازال ناشفه. ما خصناش كما قلت لكم العقده تكون جاريه بزاف، ما خصهاش عاوتاني تبقى ناشفه. صافي انا هاد 700 غرام ديال اللوز راه دخل ليا 3 د البيضات. صافي كملت الجميع ديالها كيف شفتوا. ها نتوما كتشوفوا القوام ديالو كي تيكون. دابا غندوز مباشره نكورها، ما كنخليها لا ترتاح لا والو، حيت هاد غريبه كتوجد بسرعه. غير كنساليها كتخلط كندوز نيشان. صافي كنبدا نكورها. صافي دابا هكذا غادي نبدا كنكورها. كنكون موجده حدايا هكذايا الماء زهر اللي كنفزك به يدي هكذا. ما تفزقوش يديكم بالماء، من الاحسن الماء زهر. وكنكون موجده حدايا هكذايا السكر كلاصي باش كنفندها فيه. صافي كنكورها هكذا، كنضغط عليها هكذا غير شويه وكنفندها في السكر. كنفندها كلها من الجهات بجوج هكذايا، وكنوضعها في اللاطه ديال الفران مفرشه فيه هكذا الورق ديال الفرن.
كنفزك يدي هكا بالماء الزهر احسن ملي غير بالماء. واخا كتجي العقده معلكه، هاد الزهر كيخلي داك الورقه كيخلي داك القشيره اللي كتجي من الفوق ديال السكر كتجي مقرمشه. دابا ملي كملتها كامله بالتكوار وفنتها في السكر كيف شفتوا معايا، كان عندي الفران مشعول كيسخن. دابا غادي نقصلو حيت غنديروها في الفران على نار مهيله باش كطيب على خاطرها وما تغلقوش عليه الفران. خليو الباب ديال الفران هكذايا منفسه شويه محلوله شويه باش هاد السكر هذا ما كيتحرقش. دابا غادي ندوز باش نطيبها. الشكل ديال الغريبه ملي جبتها من الفران كتجي على هذا الشكل كيف تتشوفوا، تتجي زوينه ومشقه. كيف ما قلت لكم الفران فاش نخليوه غير مردود عليه هكذا شويه، ما كنغلقوش عليها. واخا كطيب كتاخذ ديك اللوين مذهب من الداخل كيف تلاحظوا معايا، طايبه كتبان من الداخل والسكر كيبقى بيض ما كيتحرقش. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وتبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء، وما تنساونيش من جيم وابوني باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد بالصحه والراحه.